ليه لما بفكر في شخص فجأة بلاقيه قدامي أو بيكلمني؟ تفسير نفسي وعلمي خطير. أولاً، عقلك مش بينسى حتى لو افتكر إنه نسي. لما بتفكر في شخص ده مش مجرد إحساس عابر، عقلك بيكون مخزن عنه معلومات أكتر مما تتخيل. ليه بتحصل؟ لأن عقلك الباطن ممكن يكون لاحظ إشارات صغيرة عن وجوده، زي إنك سمعت اسمه بالصدفة أو شفت حد شبهه فبدأ يفكر فيه، وبعدها لما تقابله مخك بيربط بين الحدثين كأنها صدفة غريبة، رغم إنها مجرد عملية إدراك غير واعية. لكن ليه فجأة يظهر قدامك بعد ما فكرت فيه؟ هل ده طبيعي؟ ثانياً، الإدراك الانتقائي. انت اللي ملاحظ، مش ان الدنيا اتغيرت. عقلك بيتعرض يومياً لآلاف المعلومات، لكنه بيركز بس على الحاجات اللي بتهمك. يعني لما تفكر في شخص عقلك بيبدأ يلاحظه أكتر من الأول. يعني هو كان موجود طول الوقت؟ بالضبط. ممكن يكون الشخص ده بيظهر في حياتك بشكل طبيعي، لكن لما تفكر فيه مخك بيبدأ يركز عليه أكتر، فتبدأ تحس إنه بيظهر فجأة رغم إنه كان موجود من قبل. لكن هل دي مجرد خدعة من دماغك ولا في حاجة أكبر بتحصل؟ ثالثاً، التزامن أو الصدف ذات المعنى synchronicity. كارل يونغ عالم النفس الشهير قال إن بعض الصدف مش عشوائية، لكنها بتحصل كأنها رسائل من الكون. هل الكون فعلا بيحاول يوصل لك رسالة؟ العلم بيقول إن ده مجرد تفسير نفسي، لكن بعض الناس بيؤمنوا إن التزامن بيحصل لسبب معين، خصوصاً لما تكون الصدفة قوية لدرجة تخليك تحس إنها إشارة. لكن هل ممكن تفكيرك في شخص يخليه هو كمان يفكر فيك؟ رابعاً، الطاقة وقانون الجذب. هل تفكيرك بيجذب الشخص فعلاً؟ في نظريات بتقول إن الأفكار مش مجرد حاجات في دماغك، بل ليها تأثير في الواقع. لما تفكر في شخص بطاقة قوية كأنك بتبعت له إشارة غير مرئية تخليه هو كمان يفكر فيك. هل قانون الجذب حقيقي؟ العلم مش مثبت ده 100%، لكنه مش بيلغيه تماما. بعض الدراسات بتقول إن الأشخاص القريبين من بعض بيحصل بينهم ترابط ذهني يخليهم يحسوا ببعض حتى من غير كلام. لكن هل ده السبب الوحيد ولا في تفسير علمي أكتر؟ خامساً، خدع العقل. مخك بيحب يلعب معك. هل ده مجرد وهم؟ مش بالكامل، لكنه جزء من حاجة اسمها التحيز التأكيدي، اللي بيخلي مخك يربط بين الأحداث اللي بتأكد اعتقاداتك ويتجاهل العكس. يعني إيه؟ لو فكرت في 10 أشخاص الأسبوع اللي فات وواحد منهم ظهر، عقلك هينسى ال9 التانيين ويفكر إن الموضوع إشارة، رغم إنه مجرد صدفة. أخيراً، هل دي صدفة ولا علامة حقيقية؟ التفسير النهائي في أغلب الحالات اللي بيحصل هو مزيج من الإدراك الانتقائي، التحيز العقلي والتزامن. لكن في بعض الأحيان ممكن يكون فيه رابط نفسي حقيقي بينك وبين الشخص ده، خصوصاً لو علاقتكم قوية. دلوقتي قولي، هل حصل معاك موقف زي ده قبل كده؟ وهل شايف إنه مجرد صدفة ولا في حاجة أعمق بتحصل؟